او مختلف مع جيشك في حاجه معينه انت كنت شايفها افضل، موارد في حاجات من تحت الترابيزه مش هيطلعوا يقولوها لك. مش هيطلع يقول لك انا عملت الترعه اللي انتوا بتقولوا عليها مش عاجباكم، الطريق اللي بياخد من البحيرات بيودي مطروح والسلوم والحتت دي والطريق ده كله تمام نهايه الخط بتاع نهر النيل. ما سالتش نفسك وفكرت ببعد تاني هم عملوا كده ليه؟ عمل كده بسبب واضح جدا. اول سبب ولازم تكون دي كوارث يا اخوانا. انتوا بتفكروا بعقلياتكم انتوا. هو مش هيطلع يقول لك تخطيط مخابراتي انا بعمل 1 2 3 4 عشان احنا اكتشفنا كذا، عشان عندي اجهزه مخابرات في الدول دي وعارف ان هم هيعملوا 1 2 3. زي ما هددك بالسد ان هو ممكن يغرقك بيه، النهارده عندك مسار للسد ده لو انهار، عندك مسار هيوديه لغايه مطروح هتزرع بيه ارض، عايز تكسره كسره انا ما عنديش مانع. فعشان ما يضركش عمل لك تخطيط استراتيجي ان الميه دي لو جت لا قدر الله ما تخافش، الميه دي عارفه مسارها فين. هو مش هيقول لك، بس هو متوقع ان الناس المثقفين، الناس اللي بتفهم سياسه مش قصتها ان هي تفضل تعارض بس او من جواها هي ناقمه، انت بتوجه. مفيش وسائل اعلام بتطلع ضد الدوله وده طبيعي لان الدوله مش مستحمله، بس هم مشغلين لك السوشيال ميديا. كل الدول النهارده بتحارب البلد دي. اي دوله عظمى حتى الدول الشقيقه للاسف ظاهرها غير باطنها، ومصر يعني مضطره ان هي تتعامل مع كل الحاجات دي. واللي معاكم عادي مفيش مشكله، بس في الاساس انا راجل كنت في القوات المسلحه وكنت في سلاح يعني مهم جدا. فان انا بقول لك كلام زي دوت، انا بقول لك كلام انا عارف مرجوع الجيش اللي انا كنت في يوم من الايام فيه عامل ازاي. انت كل عسكري في القوات المسلحه مالكش دعوه باللي شغال في اماكن خدميه، انا بكلمك الناس اللي في الاسلحه اللي بتنفذ سلاح زي الصعقه خلف خطوط العدو، هو ده شغلته، بيتدرب على كده. وعندنا فيه رجاله، وانا بقول لكم عندنا فيه رجاله اسلحه كتيره جدا. سلاح المظلات، اسالوا عن رجاله المظلات. انتوا عندكم جيش محترم، زي ما في اسلحه انتوا بتقعدوا تتكلموا عليها مش عاجباكم تمام، ولكن في اسلحه محترمه. ولو عندك حد فيها يقول لك هو قد ايه متدرب كويس وقد ايه جاهز. انا واحد من الناس كنت بجري 10 كيلو كل يوم الصبح، وانا عمري ما كنتش بجري 2 كيلو على بعض. كنت بجري ال 10 كيلو وكنت بتمرن كويس جدا وكنت في حاله بدنيه زي الفل. فانت ما عندكش جيش زي الناس اللي بتقعد، الناس ربنا يهديهم اللي بيقعد يقول لك جيش الاكل والشرب. لا، انت عندك جيش محترم، انت عندك جيش محترم وعندك شبكه طرق تنقل الجيش بتاعك من مكان لمكان في يوم وليله. الطرق دي معموله ليه؟ ما انت عندك جزء من الاسلحه المحاربه موجوده في المنطقه الشماليه لو انت عندك مشكله ناحيه الشرق، الناس دي المفروض تتحرك بسرعه. المشاة لازم نفكر يا اخوانا، كل واحد بيفكر لكل حاجه من المنظور بتاعه هو. متضايق، ده طبيعي ان احنا يتحط علينا من كل الدول، فطبيعي ان احنا نبقى في حاله اللي احنا فيها دلوقتي. اكيد رئيس الدوله يعني مش قاصد يعمل فينا كده، هو مش قاصد يعمل فينا كده. يعني لازم نفهم ان احنا بنوجه ان احنا نكره شخص، ولازم انت تقرر بنفسك. يعني انت في غلاء، في غلاء يا اخوانا، ده احنا في فضل من ربنا، احنا لسه في فضل من ربنا. لو احنا فوقنا ووقفنا مع الدولة دي وفهمنا هي بتعمل ايه كويس وفكرت بيها من البعد الايجابي، صدقني المنظور هيختلف. افهم ان في موضوع كبير بيدار، الموضوع كبير جدا بيدار، ان انت دولة واقفة على رجلك في وسط كل الكعبلة اللي حواليك دي، في وسط كل المشاكل الكبيرة اللي عدينا بيها دي. ده فضل كبير جدا من ربنا علينا، ان انت عندك جيش قوي قاعد مطمئن ان لو حصل معاك حاجة عندك جيش قوي يتخاف منه ويتعمل له حساب. لكن انت مش قد ان انت تروح تنكش برضه. ما انا النهارده انا كواحد من الناس لما هروح دلوقتي غير لما تكون في اعتداء عليك، وانا بقول لك الجيش بتاعك جاهز وهم ما يقدروش يقربوا لجيشك دلوقتي. هم بيخططوا يهدمونا احنا كاشخاص، نهدم جيشنا بايدينا، نهز دولتنا بايدينا. هو ده المطلوب. على ما فيش الناس في جزيرة الوراق يا جماعة، اللي عايز يطلع اتفضل. طب عندك حاجة معينة في استثمار في الدولة ما تاخد حقك. طيب ما انتش بايع ما تبيعش. انا شفت في فيديوهات ناس طالعة بتشتم. طب ما هو ده المطلوب، ما هم ده اللي هم عايزينه.
يا ريت نتريث. انا مش بغلط حد على حساب حد، يا ريت نفكر ايه اللي بيحصل حوالينا. ما تتكلمش على حاجه انت عايشها جوه اوضه يعني مقفوله. انت في حدث كبير جدا ومترتب، وزي ما هو مترتب بيمشي. فالترتيب بيقول ان هم هيوقعونا احنا كمصريين مش كجيش، لان هم مش هيقدروا على الجيش. اقسم بالله ما يقدروا على جيشنا الا في حاله واحده بس، لو انتوا وقفتوا ضد جيشكم، لو انتوا وقفتوا ضد الحاكم النهارده. مش توقيت في كوارث بتحصل. يا ريت يا اخوانا، انا واحد من الناس يعني مش مع او ضد. انا بقول لك لما تيجي تفكر في حاجه فكر فيها ببعد اكبر شويه، على اساس اللي بيدور في المنطقه كلها، في العالم كله، مين مع مين، ايه اللي بيحصل في توقيتات الحرب وبيحصل فين وفي انهي دوله، مين اللي بيحاول ياخد الحدث لحته تانية، ياخد عينيك لحته. وفي احداث كبيره جدا تستحق ان انت تتابعها، وناس تانية منك اللي هم المفروض رموز بتاعتك هم اللي بياخدوك لحدث تاني خالص، وبيقول لك عادي ان انت تبقى هنا ودول هنا وملناش دعوه بيهم. سلام عليكم.